يا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة وأصل الكلام. النهاردة هنتكلم عن أصل كلمة ساندويتش، والحقيقة إن كلمة ساندويتش بترجع لإيرل أوف ساندويتش، واللي كان مدمن للقمار وما كانش بيقدر يقوم من مكانه ويسيب الترابيزة حتى لو عشان ياكل. وفي يوم من الأيام طلب من الخادم بتاعه يحط له حتة لحمة بين قطعتين من العيش عشان يقدر ياكلها بسهولة من غير ما يوسخ المكان والطاولة. واللي كانوا قاعدين معاه على نفس الترابيزة طلبوا نفس الطلب من الخادم. كل مرة بقى بيطلبوا نفس الوجبة وسموها ساندويتش على اسم صاحبهم، وبكده انتشرت الوجبة واشتهرت باسم ساندويتش. وفي نسخة تانية بيقولوا إن إيرل ساندويتش كان مشغول جدا في شغله، فما كانش بيقدر يقوم وياكل بره المكتب، فكان بيطلب من الخدم انهم يجهزوا له شرايح لحم ويحطوها بين قطعتين من العيش عشان ياخدها معاه للشغل ويقدر ياكلها بسهولة من غير ما يوسخ المكتب. وبكده بيطلبوا نفس الوجبة ويسموها ساندويتش. اما كلمة ساندويتش نفسها فبتعود على مدينة اسمها مدينة ساندويتش في انجلترا، وكان اللقب ده بيتوارثه أفراد عيلة مونتاجو، وأول واحد في العيلة كان اسمه إيرل الساندويتش الأول إدوارد مونتاجو، والساندويتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه هو إيرل ساندويتش الرابع. والحقيقة انه مش هو أول واحد اخترع الساندويتش، لأن العرب كانوا بيعملوا نفس الطريقة وبيلفوا قطعة الخبز بشرائح اللحم أو الجبنة من زمان قبل ما يظهر إيرل الساندويتش الرابع. لو عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب وسلام.